ما كفايه يا صاحبي، انت ايه ناوي تبيع التيشيرتات دي؟ عبيع تيشيرتات. انت عارف التيشيرت ده أنا لابسه ده قيمته ايه؟ احكي لي. تعرف في كام اسطوره لابس رقم 10 في البرازيل؟ ماشي، تعالى نفتكرهم سوا. هقول لك انا بقى اولهم مثلا دلوقتي نيمار، اسطوره. اوكي. قبل نيمار كان مين؟ كاكا. كاكا. قبل كاكا رونالدينيو. قبله. قبله في اخر التسعينات اول الالفينات ريفالدو. صح. في اسطوره الثمانينات مين؟ زيكو. تمام. قبل زيكو كان مين بقى؟ لا لا، ثانيه واحده. اللي قبل زيكو ده اصلا غني عن التعريف. انت بتتكلم عن ولد كان سنه لا يتجاوز 17 سنه ساعتها، وهو يعتبر كان اول هيرو في تاريخ كاس العالم كله. اهلا بيكم في التيفو، او زي ما احنا بنقول يعني الكره اللي ورا الكوره او الكره من المدرج، احنا مش هنقول لك مين كسب، ولا مين خسر. احنا هنقول لك ليه اصلا الناس فارق معاها. يعني لو داخل تسمع تحليل و4-3-3 وخطط لعب فالبرنامج ده مش ليك. لكن لو بتحب الحكايات اهلا بيك في التيفو. انت عارف ايه الغريب يا اسحاق؟ ان احنا بقالنا حوالي 100 سنه بنلعب كاس عالم، وكل ما يجي كاس عالم كل 4 سنين اول حد بيجي في دماغنا كاسطوره كاس العالم هو بيليه. طب ليه اكتر واحد بيجي هو بيليه؟ انا شايف ان بيليه اول واحد بيتذكر في كاس العالم، لان هو تقريبا هو اول هيرو في تاريخ كاس العالم كله. تمام. كان تحدى الفقر لدرجه لو ما كانش عنده بقى جزمه عشان يلعب بيها، دي حقيقة. وهو عنده 17 سنه بقى بطل كاس العالم. خلي بالك من حاجه برضه، هو ستيل لحد النهارده كل اجيال البرازيل بكل نجومهم لسه برضه بيجروا عشان يحصلوا بيليه، او على الاقل يحاولوا يبقى نص اللي بيليه عمله. دايما بيتقال ان الانسان ابن بيئته، لكن ساعات في ناس بتيجي بتحاول تكسر القاعده دي. طبعا زي ما انتم عارفين البرازيل من الدول في امريكا الجنوبيه والشماليه اللي عانت سنين طويله جدا من الاحتلال. بدات احتلال برتغالي، بعد كده احتلال اسباني، وامريكا الشماليه فوق بدات احتلال انجليزي في احتلال فرنساوي. وطبعا زي ما كلنا عارفين الاحتلال مش بيسيب اثر حتى وهو موجود، حتى كمان بعد ما يخرج من البلد. بداوا بالاول باباده الشعب الاصلي للبرازيل، بعد كده بدات تجاره العبيد ويجيبوا سكان افارقه. في رقم واحد ده فك نسيج الشعب كله، حول البلد لمسخ ملهاش هويه، ملهاش حاجه واحده البلد بتتجمع عليها. وبعد حتى الاحتلال ما خرج من البرازيل وخدت استقلالها، فضلت البرازيل بتتعامل معامله بلد العالم الثالث، او بمعنى اصح كان بيعملوها معامله مزرعه العالم. بتزرع محاصيل وتعمل منتجات واوروبا تاخدها على الجاهز منها. الشعب حس بالذل، ما كانش عنده اي منفذ لاي حاجه في الدنيا كويسه غير الكوره. بس حتى الكوره البرازيل كان عندها مشاكل جامده جدا فيها. الشعب اتفك، ما كانش عنده هويه وما كانش عنده بطل، لدرجه ان كل ماتش كان بالنسبه لهم زيه زي الحرب. وانت عارف بقى الخساره اللي بنفضل نحكي عليها 100 سنه؟ سمعت عن الماراكانا زو سنه 1950؟ كاس العالم كان في البرازيل. ده اول كاس عالم ما كانش فيه نهائي. هما كان كاس العالم بيتلعب زمان 16 فريق. تمام. في 3 اعتذروا لاسباب بقى السياسيه زمان والحاجات دي، منهم الهند كانوا عايزين يلعبوا حافين والفيفا ما رضيتش يعني. تمام. صعد مين؟ فرنسا، السويد، اوروجواي، البرازيل، وعملوا مجموعه. تمام. الاكتر نقط هو اللي هياخد كاس العالم. تمام. البرازيل كسبت ماتشين وبقى معاها 6 نقط. اوروجواي كسبت ماتش وتعادلت ماتش بقى 4 نقط. فالماتش النهائي كان مكسب البرازيل او تعادل كاس العالم للبرازيل. تمام. مكسب اوروجواي يدي كاس العالم ده للاوروجواي. كان اول كاس عالم للبرازيل في حياتها تكسبه كان اول نهائي يلعبوه اصلا. تمام. ايه اللي حصل؟ كان تقريبا الاستاد مليان، يعني ساعته كانت 170 الف فرد، وصل ل 200 الف فرد. 200,000 في الملعب. 200 الف في الملعب اتفرجوا على البرازيل والاوروجواي، وده بالنسبه لهم حلم ان هم يكسبوا كاس العالم. الاورجواي واخده كاس عالم قبل كده. بالظبط. وكاس العالم بقى ايه في ارضهم، فالشعب عايز يفرح، الناس كلها مستنيه. طبعا ظروفهم كانت صعبه لدرجه ان الناس سابت كل حاجه واتفرجوا على الماتش. الماتش كان في الاخر خالص دقيقه 90 1-1 دي البرازيل تاخد ايه؟ كاس العالم. لدرجه ان رئيس الفيفا وقتها قام لمراسم التتويج علشان يسلم البرازيل كاس العالم خلاص. الكاس. تمام. بعد الدقيقه 90 الاوروجواي جابت جون، كسبت 2-1 وسط 200 الف فرد في ملعب البرازيل. في ملعب البرازيل في الماراكانا، لدرجه ان هم سموا الماراكانا زو. اوكي، بيتريقوا على اسم الملعب يعني. بالطريقه على اسم الملعب.
ولدرجه كمان بعد الماتش ان المدرب واللعيبه خايفين يطلعوا الشارع او خايفين يروحوا. البرازيل خسرت على ارضها بعد حلم كبير ان هم يكسبوا كاس العالم. طبعا اوروجواي وايطاليا كانوا مسيطرين على كاس العالم قبل كده بالثلاث نسخ اللي اتلعبوا. بس انا اتوقع حاجه، ان الموضوع بالنسبه للشعب البرازيلي ما كانش ماتش كوره خالص. يعني اول كاس عالم للبلد، هي الدوله المنظمه، بس انا حاسس ان الجو العام بتاع البرازيل كان محتاج كاس عالم. ده المنفذ الوحيد ليهم كان في الحياه كلها، ما كانش بس ما يعني مكسب وخساره او ماتش او اي حاجه. صح. وسنه 58، يعني بعد حوالي 8 سنين من الذل اللي شافته البرازيل في كاس العالم اللي قبليه، ظهر حد ما كانش حد حطه خالص في الحسبان، ولا كان حد يعرفه. تقريبا بنتكلم عن شاب 17 سنه راح كاس العالم، شاب مغمور ورجع منه ملك، لدرجه ان هو سجل هاتريك في نص النهائي وجونين في النهائي. لا حط جونين في نص النهائي وجونين في النهائي. اوكي. وفي الوقت ده العالم كله عرف بيليه. من كاس العالم 58 لغايه دلوقتي اي لعيب بيظهر 17 18 سنه بنحلم نشوف فيه بيليه جديد، يقدر ياخد البطوله، يقدر يبقى الهيرو بتاع كاس العالم. خلينا نلعب لعبة. ممكن ما خلصش القهوه، خليها معاك. يلا بينا. بتلعب على يمينك وانا خلي بالك انا المفروض العب بشمالي، بس انا هنا في واحد طاير. ليه تلعب بشمالك ليه؟ عشان ابقى على عدلتي. يعني اعمل انا كده؟ لا ما دي لا انت اللي اقرب يمينك، انا المفروض اللي اقرب شمالي، بس انا في واحد طاير فهلعب هنا، بس هنا شغال خلي بالك. ماشي. يلا بينا. طيب، حياة ولا أسطورة؟ بيليه لعب وهو عنده 17 سنة في كأس العالم؟ انا سنه 17 سنه. مظبوط كلامك صح. بيليه هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ لا، كان كلوزا وميسي عدى كاس العالم ده. بيليه لعب ضد مصر في كأس العالم؟ لا، اسطوره. اسم بيليه الحقيقي بيليه؟ لا، بيليه دي معناها المعجزه، بس اسمه الحقيقي ايه بقى؟ انا مش فاكر. هو اصلا صحابه كانوا بيتريقوا في المدرسه بيقولوا له بيليه، وهو اتسمى بيليه من غير ما يعرف ان هو يعني معنى بكلمه بيليه يعني معجزه. اسمه لا انا فاكر اسمه. اللي هيعرف اسمه فيكو هياخد نقطتين مش نقطة واحدة. ابوه اسمه ايه؟ انا فاكر هو اسمه ايه يعني؟ اسمه عصام؟ يا عم استنى، بيليه ده المدرسه طلعوه عليه، هو اسمه الحقيقي ايه؟ عارف الاسم؟ لا انا مش عارف، بس اللي يعرف اسم بيليه يكتب لنا في الكومنتات. هل بيليه اتطرد مرة في أي مباراة دولية؟ لا. اكيد السؤال فيه خازوق يعني، مش هحطها لك كده يعني. يعني الطبيعي هو يطرد يعني عادي ايوه. السؤال الجاي ده بنقطتين. ماشي. بيليه سجل أكتر من 1000 جون في مسيرته؟ اسطوره. غلط. لا هو ده ما اتحسبش. هو بيقول ان هو سجل 1000 جون، بس هو ما عملش كده. لا، سجل 1000 جون، بس هم مش حاسبين الماتشات الوديه ومش حاسبين حاجات طيب تانية ماشي، وكده، هو في الآخر بس بس مجملا طول حياته بيقارن سجل مع 1000 كسر جون ال1000. في الشارع يقول لك هنعيد. لا، في هنعيد حاجات جول مش الماتش. موثقه. عدى ال1000 جون، في حاجات مش موثقه عشان كانش في تصوير وكانش في صحافه وحاجات زي كده، بس هو بقى كسر 1000 جون، وكذا مصدر كان كمان كاتب ان هو كسر 1000 جون. هل بيليه لعب ضد مارادونا؟ لا، ما لحقوش بعض. اسطوره. صح. السؤال الجاي بنقطتين برضه. برضه هو كام كده يا عم؟ انا على الصفر ما قلتش حاجه. ماشي. بيليه اعتزل مرتين؟ كده طالما حطيتها اكيد فيها حاجه، بس انا خفت. ماشي، خفت ريسك. انت مش متابع انت؟ مش متابع. السؤال اللي جاي، بيليه كان احتياطي في اول ماتش ليه في المونديال؟ لا كان اساسي. مفيش لعيب 17 سنه هيتجاب على طول من البيت كده يا عم يحطوه في الملعب. ليه يا عم؟ قله اللعيبه في البرازيل يعني، هيجيبوا عيل 17 سنه في سنه ويحطوه في الملعب اوتوماتيك يعني؟ صعب قوي. احنا مش مذاكرين بيليه خالص. انت مش مذاكر، انت قصتك بقى حلها باشا. طول ما هو بعيد عن الارقام هتلاقيه على الابيض، هو بتاع ارقام بس واحصائيات وقصص. السؤال اللي جاي، بيليه كان عنده انستجرام؟ لا كان عنده اكس. كان عنده اونلي فانز. لو كان بيليه بيلعب دلوقتي كان هيبقى سعره 200 مليون دولار والكلام من ده؟ طبعا، ده في لعيبه كسر معديه ال 100 يعني.
احنا اليونايتد اصلا لابسين لوحدنا مثلا ماجواير ب 75، لا، يعني لابسين أنت- انتوني ب 100. هالاند تقريبا قيمته 180 ومبابي دي 160. بقول لك انتوني اللاكتع اللي احنا جبناه في اليونايتد كان ب 100 مليون. ايوه ده مش هيبقى جايب 200 يعني. ممكن يعدي ال 200، صح؟ ممكن بيليه يعدي ال ده 200. صلاح محسن ب 40 مليون. بالموهبه بيليه لا يعدي ال 200، لا هيكسر. يكسر ال 200. لو ليه لعب في اوروبا كان هيبقى اعظم لاعب. لا انا رايي نتناقش يعني. انا طبعا في الوقت ده كان في الوقت ده هيبقى أعظم في الوقت لاعب. الحالي لو بيلعب في اوروبا طبعا هيعدي اي حد يعني. لا بس هو كان المفروض هيروح الدوري الايطالي. يوفنتوس كانت عايزاه وانتر ميلان، بس ساعتها البرازيل رفضت. دولة أيوة. البرازيل رفضت ان هو يروح. وخلي بالك من حاجه، ساعتها اوروبا ما كانتش اوروبا اللي هي جنه الكوره اللي الناس بتروحها يعني. يعني هو بالظبط كان بيلعب في البرازيل لكنه بيلعب في اوروبا عادي، وبيلعب في سانتوس وبيلعب في فرقه جامده بيلعب وواخد فرقة 3 جامدة، كاس بس برضه عالم. الدوري الايطالي كان ليه كان ليه تقل بس في الخمسينات والاربعينات، مش زي مثلا الثمانينات والتسعينات في الدوري الايطالي يعني. الموضوع كان مختلف تماما يعني. ماشي، بس مثلا ايطاليا كان لغايه ما بيليه كان بيلعب كان بتاخد كاس العالم عادي. ما عنديش اعتراض، بس هو واحد قاعد في بلده، وألمانيا هو كانت- نجم ألمانيا كانت اسطوره، بتاخد كاس العالم. 3 كاس عالم، بيلعب في سانتوس ولا بيلعب في ايا كان الفرق ايه. بس هو بيلعب في كان سانتوس. عايز يروح ايطاليا بس ما عنديش اعتراض، بس هو ما فاتوش كتير يعني. وقتها الثلاثينات والاربعينات ما كانش الموضوع زي دلوقتي ما هو يعني. في اخر حياته لها في امريكا ماشي، بس اخر حياته كان كام سنه وكان يعني سنه كام برضه يعني. يعني قصدي هو كان عنده الفكره ان هو يطلع، بس هو البرازيل انا شايف ان مفيش حاجه فاتته الدولة يعني. ما رضتش. الواو البرازيل يعني. عامه ما رضتش. عارف الدليل ايه؟ ان كان كل النجوم اللي بتلعب في اوروبا دي بيجوا كاس العالم قدامه كان بيعدي اي حد، يعدي 6 و7 ويحط ويعمل عادي يعني. فانا رايي ان هو ما فاتوش حاجه كتير يعني. طيب مارادونا افضل من بيليه؟ اقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي كاس العالم رقم 1 مارادونا. بري 3 كاس عالم بس الكرة في وقتها غير الكرة وقت مارادونا خالص. مارادونا بالنسبه لي هو اعلى علامه في تاريخ كاس هو العالم. مارادونا بالنسبه لي يعني اكتر اداء فردي اعظم اداء فردي في التاريخ، واعظم قائد. تاريخ كاس خلي العالم. بالك هو قائد كان جامد جدا. هو كان ملهم للفريق كله. هي بتتكلم مارادونا لما رجع سنه 94 كاس العالم 94 صح، لما كان بطل ورجع وحوار المنشطات وكده. لا هو قائد. هو لولا اصلا يعني الارجنتين في اوقات هو كتير خد 86 لوحده بالظبط. وحتى 90 لما خسر الفاينل ووصل يعني مع المانيا. كان المانيا برضو صح 90 90 وصل وخسر من المانيا برضو. لا هو الفريق، هو قائد لفريقه ملهم. عارف لدرجه ان مارادونا مؤثر درجه ايه؟ ان هو قاعد بيلعب في برشلونه ماتش اشبيليه، الملك قاعد، الناس قاعده، قام اتخانق ضرب بتاع، مش فارق له. انا عارف ان انا مارادونا، حتى لو هتطير بره البلد ماشي، كلها. بس بيليه برضه واخد 3 كاس عالم. اوكي بس بيليه واخد يعني كاس عالم. مارادونا اعظم من بيليه في اداء فردي ممكن، لكن معلم اكتر، او يمكن عشان احنا بالنسبه لنا ولا مارادونا مثلا أقرب. عشان مارادونا لعب في نابولي وطلع برشلونه فطلع اوروبا. ده اكيد، واقرب كمان كفتره زمنيه يعني. احنا على الاقل لو على اليوتيوب دورنا هنلاقي حاجات لمارادونا. بيليه هتلاقي بس حاجات طفيفه. وبعدين الكره ايام بيليه كانت مختلف خالص عن الكره ايام مارادونا يعني. الموضوع كان برضو اسهل بكتير كقوه ماتشات وكخصوم وحاجات زي كده. عايز اقول لك بيليه كان في جوان كتير على اليوتيوب تلاقي مثلا الجون ماسك الكوره يقوم داخل حاطط رجله فيها واخدها من ايده ويحطها في الجون. بيلعب على غلطات، بيلعب على ماشي، فوات. بس الموهبه اللي عنده ما تخلوهوش. لا هو كده كده اسطوره. ماشي، موهبته دي ما تخلوهوش مثلا لو كان في وقت مارادونا او وقت الظاهره او وقت ميسي يكون موجود. مش عارف. أنا شايف إن انا هو الحته موجود. بتاعت لو دي والغيبيات مش عارف. بس انا بالنسبه لي مارادونا اعلى علامه تجاريه في كاس العالم كله يعني. عارف الفكره في ايه بيليه؟ ان مش واخد بس 3 كاس عالم. هو بيليه يعتبر اصلا اول هيرو في تاريخ كاس العالم كله. وده اللي شدنا ليه. لان انت بتتكلم ان لعيب خرج يعني يعتبر من رحم المعاناه، من بلد فقيره، بلد مستعمره، بلد متفككه، بلد خسرانه كل حاجه حتى الكوره. حتى الحاجه الوحيده اللي هم كانوا بيحاولوا يبقوا مميزين فيها خسروها بشكل مذل زي ما احنا قلنا في كاس العالم 50. فلحد النهارده احنا اي لعيب بروميسنج بيبان عليه ان هو 17 18 سنه ويجي منه، احنا يعني يا رب يطلع بيليه جديد. بنحس ان هو بنحلم ان هو يكون في بالظبط، جديد. لان الكاس العالم انا رايي الشخصي قبل بيليه غير كاس العالم بعد بيليه خالص. هو الحته اللي التاريخ بدا عندها كاس العالم بالشكل بتاع. انا ما اتفرجتش طبعا على كاس العالم وقتها بالشكل ده، بس انا شايف ان كاس العالم تقريبا كان حاجه ترفيهيه اكتر منه طف قوي كده وفي التنافسيه غير بعد بيليه. لان انت بتتكلم ايطاليا والاورجواي كانوا هم اللي مسيطرين، فجاه دخلت البرازيل ورا بعضيها. بيليه عمل تاريخ للبرازيل في سنين الناس قعدت تعمله في سنين يعني. بالظبط. فعشان كده انا شايف ان لحد النهارده احنا مستنيين بيليه جديد. انت رايك بقى كاس العالم اللي شغال دلوقتي مين انت حاسس ان هو بروميسي كان ممكن يكون بيليه جديد؟ انا عاجبني قوي اوليسي فرنسا. دي حقيقه خطير. احنا اخترنا واحد ممكن يكون بيليه في كاس العالم. ممكن تكتبوا لنا انتوا شايفين مين في الكومنتس.
انت عارف في كاس العالم 2026 في حاجات كتير قوي اغرب من بيليه. احنا مثلا داخلين على دور الثمانية وفي قصص حصلت غريبة جدا. كاس العالم ده اصلا مليان قصص غريبه جدا ومليان مغامرات، واعتقد توقعي الشخصي ان في قصص في كاس العالم ده ممكن تحكي كمان 50 سنه قدام. بالظبط. وطالما هنتكلم عن القصص بقى، يبقى الحلقه الجايه دي بتاعت اسحاق ملك القصص كلها.